الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال أبو محمد القيرواني رحمه الله: اعلموا أن خير القلوب أوعاها للخير، وأن أرجاها للخير ما سبق إليها الخير ولم يسبق إليها الشر. هذه كلمة عظيمة وكلمة نفيسة، إذ أن تربية أبناء المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم، منهج الكتاب والسنة، والتمسك بهما، هذا من أسباب أن المتربي على هذا لا يقبل ما يأتي من الشرور وما يأتي من الشبه وما يأتي من الفتن، لأن الخير قد سبق إلى قلبه، لأن الخير قد سبق إلى قلبه. هذه مرحلة ينبغي أن يعيها المسلمون وأن يدركوا. ولهذا نجد أن الشعراء يحذرون أيما تحذير، وكذلك أيضا يبينون الهنات ويبينون الانحرافات في مرحلة الشباب لمن وقع في ذلك. هذا ابن الرومي يقول: أرى المرء مذ يلقى التراب بوجهه إلى أن يوارى فيه رهن المعاطب، فإن لم يصب إلا بشرخ شبابه لكان قد استوفى جميع المصائب. فإذا ذهبت مرحلة الشباب في غير طاعة الله فيا لها من مصيبة ويا لها من بلية وقع فيها من وقع عياذا بالله. كذلك أيضا أخرج الإمام البيهقي في كتابه الزهد الكبير بإسناد حسن عن محمد بن أعين قال: كان عندنا فتى شاب يقوم في الليل ويصلي ويقرأ ويسبح، فإذا جاء السحر بكى وقال: تفكرت طول الليل فيما جنيته، وذكرت نفسي كلما أتيته، وأنكرت منها ما تعاطيت في الصدى، وكأن شبابي كان سهما رميته، وسودت صحفي بالذنوب أوانه، وولى سريعا مثل حلم رأيته. هذا الشاب نادم أيما ندم على مرحلة من مراحل شبابه أنه وقع فيها فيما يغضب الله، فهو يعالج ويصلح ما حصل من خلل في مرحلة الشباب. أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ربك ليعجب من شاب ليس له صبوة. والمراد بالصبوة الميل إلى الهوى، الميل إلى المعاصي، إذ أن أغلب الشباب على هذا، أعني على الميل إلى اللهو واللعب وإلى المعاصي، إلا من رحمه الله. فمن انتبه على نفسه وسعى في إصلاحها بحمد الله كان على خير. وهذا أبو العتاهية يقول: بكيت على الشباب بدمع عين، فلم يغن البكاء ولا النحيب، عريت من الشباب وكان غضا، كما يعرى من الورق القضيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهذا الحسين يقول: ومن يقل إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس، لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه كبيرا. معاشر الشباب، معاشر الآباء، معاشر الأمهات، المطلوب السعي الجاد في التربية الإسلامية للشباب، في التربية النافعة للشباب. كفى تخبطا وتضييعا للشباب، إذ أن فساد كثير من الشباب ناتج بسبب تضييع آبائهم وأمهاتهم ومدرسيهم لهم، لم يقوموا بما أوجب الله عليهم،
فقوموا بما أوجب الله عليكم ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. وقال الطليطلي: خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر إلى التوبة قبل الفوت والندم. فماذا ينتظر الشاب إذا ضيع شبابه في اللهو واللعب والمعاصي والانحرافات عياذا بالله؟ ماذا ينتظر؟ قد قال سيد الأولين والآخرين: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. اتق الله في شبابك ولا تجعله للعبث والفساد والإفساد، لا تجعله للعبث والفساد والإفساد. ولهذا قال من قال: الشباب أنصار كل جديد، الشباب أنصار كل جديد. وهذا هو حال الشباب الجاهل الغافل، فهو يناصر كل فتنة تظهر وكل بلية تقوم باسم الدعاية وما أشبه ذلك، فهو من نصرائها إن لم يثبته الله ويحفظه الله سبحانه وتعالى. أما الشباب الذين أرسوا قدمهم على التفقه في الدين فبحمد الله لا يكونون حطب الفتن ولا يكونون ضحايا الدعايات التي تفتك بالشباب. فتجد الثورات والانقلابات والتفجيرات والتلغيمات والجبهات كثيرا ما تقوم على كواهل الشباب، يزج بهم ويغرر بهم في الفتن، يتقاتل المسلمون فيما بينهم مع بعضهم بعضا. فإننا ندعو المسلمين عموما إلى أن يعيدوا النظر في أمر تربية الشباب